ذا شريدر اعظم شرير في التاريخ من وجهة نظري طبعا، هيبة ووقار كده، ولما بيظهر في الحلقة اعرف انها هتبقى عظمة. طبعا على مر التاريخ شفنا نسخ كتير جدا لشريدر واتكلمنا على اكتر من واحدة منهم، لكن في الفيديو بتاع النهاردة حبينا نقيم كل الشريرات من اول الميراج سنة 84 لحد النهاردة. طبعا ده هيكون موضوع الفيديو، وانا بعتذر على الغياب اللي حصل الفترة الاخيرة، بس احنا كان عندنا يعني في المصارعة اهم عرض في السنة اللي هو ريسلمانيا، وده كان شاغلني بقى عشان الفيديوهات بتاعت القناة التانية طبعا اللي هي الاساسية بتاعتي، وان شاء الله اوعدكم مش هنغيب كده تاني. وطبعا لو وراك صلاة او اي حاجة مهمة روح خلصها الاول وتعالى شوف الفيديو، كده كده مش هيطير. ويلا بينا ندخل في الموضوع. جدير بالذكر ان في اخر فيلم اتعمل لسلاحف النينجا اللي هو ميوتنت ميهم سنة 2023، والحتة دي فيها حرق، اللي ما شافش الفيلم هتلاقي كده توقيت هيطلع لك ماشي لحد عنده لو انت لسه ما شفتوش. بعد ما السلاحف قدرت ان هم يهزموا سوبر فلاي واللي كان فيلن كويس قوي بالمناسبة، بتظهر سينثيا اوتروم واللي هي يعني شغالة معاهم في الفيلم اللي هم TCRR، وكان باين انها بتفكر هتجيب مين وكده، وقالوا لها ان مفيش غير حل واحد، وهي قالت انها عارفة وطلبت ان هم يجيبوا لها شريدر. وجاب لك ظهر شريدر شكله جامد جدا، واضح ان هو طبعا هيبقى البلوت الرئيسي بتاع الفيلم الجاي اللي هو هيبقى السنه الجايه ان شاء الله في اكتوبر. ممكن اشوفه سينما او ايا كان بقى، ساعتها هنشوف ايه الاحداث، ممكن ابقى اعمل لكم عنه فيديو ان شاء الله. وانا اتحمست جدا وقتها، وكانت تقديمه لشريدر جامده جدا. بس انت لو لاحظت ان سينثيا اوتروم اسمها اوتروم، يعني هي غالبا مش بشر زي الكرانج كده اللي هو بمات، فده ممكن يكون هيخلي مثلا ان الشريدر ده هيبقى زي الشريدر اللي هو بتاع 2003 اللي هو الاوتروم برضه مثلا، هنشوف. بس انا متحمس جدا للحوار، بس اتمنى يكون بشر، بس هنشوف. وعلى تصريحات يعني اللي هيشتغلوا على الفيلم بيقولك ان الشريدر ده هيبقى اخطر 100 مره من اسمه ايه سوبر فلاي، فلو ده صح فعلا هتبقى عظمه. انا مستني الفيلم ده جدا، بس لسه فاضله سنه ونص بحالها، بس انا خلاص خلصت النقطه دي. هنبدا بقى الترتيب من الاسوأ للاحسن. خلينا نبدا باسوأ واحد واللي ناس كتير قوي ما تعرفوش، اللي هو طبعا شريدر بتاع المسلسل التعبان اللايف اكشن اللي عملوه زمان اللي هو النكست ميوتيشن. اضعف نسخه للشريدر بدون نقاش، من اول الديزاين السخيف بتاعه اللي شكله وقصته، وان هو اصلا ما ظهرش غير 3 حلقات واتهزم من فينوس. هتقولي فينوس مين؟ فينوس دي يا سيدي بقى اللي سبب ما يعلمه الله قرروا ان هم يعملوا المسلسل ده بسلحفة 5 بنت. محدش فاهم السبب ده لحد دلوقتي، كانت شكل ليوناردو بس بنت. ما تفهمش ليه يعبسوا بالتركيبة الاساسية بتاعت السلاحف ان هم 4 من بداية التاريخ، فحاجه غريبه جدا يعني. المسلسل ده عامه محتاج حلقه لوحده وقد ايه هو وحش، مش عايز اتكلم فيه كتير، فخلينا نخش على النسخه اللي بعدها. معانا شريدر نسخه الفيلم بتاع 2014 اللايف اكشن. الديزاين شبه الترانسفورمرز، وانا يعني اللي بيحبوا الترانسفورمرز على راسي، بس انا مش بطيقهم. اللي هو انت تبقى يعني تخيل كده شخصيه عملاق فجاه تقلب عربيه مثلا تويوتا كرولا، عمري ما تقبلتهم ولا حبيتهم بصراحه. هو شبههم بالظبط واوفر باور بشكل، وبيقعد يطلع منشار وعده ناقص يطلع يعني مفتاح انجليزي مثلا. ما تفهمش انت تصميم الشخصيه عامل ازاي ولا بيطلع ايه منين، والبدله مش واضحه وفيها تفاصيل زياده عن اللزوم، والماسك عليه جمجمه يعني بنتكلم في الشكل بس ما دخلناش في الشخصيه. الى القصه التانية اللي هو اساسا الشخصيه ملهاش عمق تماما ولا قصه ولا اي حاجه. كل هدفه في الفيلم ان هو كان عايز يرش الميوتوجين على المدينه كلها فيحولها ليه كده مجرد، بس مفيش سبب. انا سخيف يا عم، انا عايز اسم المدينه كلها، انا حر انت مالك. فهو ضعيف جدا. ده انا كل ده انا ما كلمتكش على ديزاينات السلاحف في الفيلم ده عامل ازاي، يعني ايه القرف ده؟ انا بجد بكره الديزاينات دي. انا فاهم ان في ناس بتحبها على راسي، بس ايه ده؟ لسه لحف شبه هالك دول لما يستضعفوا في موقف ولا نتاثر معاهم انا يعني هحس بيهم ازاي؟ دول شبه العجول، ده كل واحد فيهم شبه قوم عاد، يعني من بيهم ايه؟ ده غير ان يعني البدله بتاعتهم اوفر جدا في التصميم بتاعها، او مش البدله يعني اللي هو الجسم بتاعهم. ووشهم كده زي ما يكون طالع لهم مناخير بشريه عادي، ووشهم بشري. السلاحف مش كده، السلاحف مناخير كبيره شويه شبه مثلا اسمه ايه يوشي بتاع ماريو كده، فاهم؟ يعني ليهم كده شكل بتاع، يوم ما تغير فيه حاجات بسيطه، مش تعملوا بغل. عامه برضه انا عايز اعمل فيديو عن الفيلم ده، بس الفيلم ده اوعى تشوفه، فيلم زباله وكوميديته سخيفه وشغل قله ادب، وانت فاهم انا بتكلم عن ايه لو شفت الفيلم. ولما بيرجع بقى في الجزء الثاني من الفيلم لسبب ما بيبقى شكله اصغر. الديزاين الجديد احسن بصراحه من وجهه نظري، لكن بالعقل المفروض ده كان هيبقى سوبر شريدر، اللي هو كان المفروض يبقى العكس، اللي هو الاولاني يبقى كده والثاني يبقى كده. بس على العموم شخصيه سخيفه. ملحوظه للناس بتاعه المصارعه زي كده ان الفيلم اللي هو الجزء الثاني كان فيه اللي عامل بيه بوب اللي هو الخنزير ده كان شيمس بتاع المصارعه
المصارعه بتاعنا ده. ما علينا، نخش على اللي جاي. عندك بقى اللي بعده شريدر بتاع الارشي كوميكس، واللي انا ما عنديش معلومات كتيره قوي عنه، لكن الاكيد ان هو احسن من اللي فاتوا كلهم، واللي كان في الكوميكس بتاعت سلاحف النينجا اللي كانت شغاله من 88 ل 95، مش الميراج اللي هي كانت كده حاجه مختلفه يعني. وعندك بقى شريدر بتاع 87 اللي هو اول مسلسل لسلاحف النينجا. بصراحه كان لطيف، بس تحس ان هو كده اهبل قوي. انا فاهم ان هو مقصود يبقى اهبل، لكن انا مش بحب ان شريدر يبقى اهبل. بشوف ان هو مناسب جدا ليه ان هو يبقى الشخصيه الهيبه القويه اللي ما ينفعش تتاخد بشكل هزار كده. انت في هيبه، فاهم؟ انت عارف يعني ايه شريدر؟ لو حاجه يتخاف منها كده، كابوس. بس على العموم يعني يعتبر ايقوني برضه. طيب خلصنا الكلام عن كل اللي فاتوا دول، خلينا بقى ندخل في الجد. ومعانا دلوقتي شريدر النسخه بتاعه المسلسل بتاع رايز اوف ذا تينيج ميوتنت نينجا تيرتل. يعني انا مش من هواة المسلسل ده قوي، هو لطيف بس اغلب الحاجات احسن منه بصراحه. لكن الاكيد ان شريدر وقتها كان مميز ومختلف، لانهم عملوه حاجه بقى ما اتعملتش قبل كده. كانوا عاملينه شيطان محبوس، كانوا عاملينه ديزاين شبه الحاجات اللي بيعملوها في الشياطين غالبا، اللي هو بيبقى كده ايه زي عنده قتب. مش مبهر لكنه لطيف جدا وعجبني جدا بصراحه، كان كويس. عندك بقى دلوقتي اللي بعديه شريدر نسخة الاي دي دبليو. طبعا الكوميكس بتاعت سلاحف النينجا كان جبار مفتري جامد، الديزاين بتاعه مميز جدا. وحرفيا في اول القصه بعد حد يقتل تانج تشن، وكمان قتل 4 ابناء لهاماتو يوشي، وقتل هاماتو يوشي نفسه، قطع راسهم، اللي هم المفروض دول هيبقوا السلاحف وكانوا بشر في الاصل. يعني القصه انت ممكن تشوفها بتاعت اسمه ايه الاي دي دبليو، كان جامد جدا يعني الصراحه. نخش على اللي بعده بقى، وهو طبعا شريدر نسخه فيلم باتمان ضد سلاحف النينجا. واللي فيلم مفيش ناس كتير قوي شافته، لكن انا بشوف ان هو اندر ريتد جدا وما خدش حقه، فيلم جامد. والشريدر هنا كان قوي، يعني ما كانش المبهر اللي بيطير، لكن كان جامد. عندك ان هو قدر يقف قصاد باتمان ويعني يعلم عليه اول الفيلم، فهو يعني لا يحترم جدا كديزاين، حتى حلو اللون النبيتي لايق مع شريدر مع المخلب مع كله، كان جامد. عندك في المركز الرابع بقى مين؟ شريدر الاصلي بتاع الميراج. نقدر نقول ان ده الاصل. صحيح الباك ستوري مش هي الاقوى، وصحيح ان هو برضو ما طولش قوي في الاحداث، لكنه يعني هو اصل كل اللي احنا بنتكلم عنه ده في الشريدرات. كنت عملت فيديو مفصل عن قصته، ممكن تبقى تشوفه وهيعجبك ان شاء الله. بس هو مبهر والديزاين بتاعه جامد. ما عنديش كلام كتير قوي اتكلم بيه عنه، لكنه يكفي يعني ان هو اول شريدر وبس، يعني مفيش اكتر من كده، هو عظيم جامد. المهم بقى نيجي للحته بتاعت اثاره الجدل، واللي هنا بصراحه هنا انا مش قادر احدد قوي. ندخل بقى خلاص احنا على اخر 3. عندك طبعا شريدر بتاع اول فيلم لسلاحف النينجا اللي نزل سنه 90، واللي كان مميز جدا. وده طبعا من غير جدال احسن شريدر اتعمل على الواقع اللي هو لايف اكشن. كان نبره قويه جدا والبدله هيبه برضو، وهو لا كان يعني في حته تانية. ما كانش ليه دور قوي قوي في التاني غير حوار سوبر شريدر يعني، واللي هو مات بطريقه عبيطه قوي يعني في الاخر. بس هو لا كان ليه هيبته واحترامه وشكله بصراحه لا كان جامد، وكان فيلن نسبيا واقعي يعني منطقي. قصته كانت شبه اغلب قصص هاماتو يوشي مع اوروكوساكي، وكان مقتبس تماما من الميراج في القصه الاصليه بتاعته. بس خليني اقولها زي ما هقولها دلوقتي. في المركز الثاني شريدر نسخة 2003. انا لو هكلمك من هنا للصبح على قد ايه الديزاين بتاع البدلة بتاعه جامد مش هوفي. كل حاجة فيه مظبوطة بالشعر في الشكل، وطبعا نبرة الصوت بتاعت سكوت رايو جامدة جدا مع الدور، والخشلقة دي كده رهيبة. Like the phoenix, I have risen from the ashes. وظهوره بص انت بتشوفه في المشهد، انا والله مش بهزر، اكتر من مره اشوف المشهد بلتفت كده، اللي هو انت بتقوم من مكانك عدل كده تتفرج شوف ماله شريدر عايز ايه. لا جامد جدا. بس ايه المشكله في ان هو في الاحداث بصراحه مش اقوى حاجه. هو جامد بس ما عندوش استمراريه كبيره، كل شويه تلاقي حاجه غريبه تحصل مع شريدر. انا بصراحه ما كنتش مفضل قوي حوار ان هو التنجو ده، وحوار السايبر شريدر وكذا حاجه تانية ما عجبتني. وطبعا دي حته فيها حرق شويه اللي ما اتفرجش على 2003، ما اعرفش مين في الكوكب لسه مخلص مسلسل 2003. بس شريدر اللي بصراحه اللي انتقص منه كتير نقطه ان هو اصلا كان اوتروم، ودي محبطه جدا لان الديزاين بتاعه كبشري جامد قوي. يعني بص شكله اللي هو اوروكوساكي الاصلي جامد يعني بجد، انا بعشق الشكل بتاعه ده رهيب. ولا طبعا الصوت اللي بيطلع معاه كل ما بيظهر اللي انا اصلا بحطه في الانترو، حاجه بجد كده انت تتفرج دي عظمه وهيبه. بس انا دلوقتي بكلمك كتير على الشكل، لكن القصه بصراحه قلشت في كذا حاجه، بس برضو مش عارف. فخلينا بقى نتكلم ونقول مين بقى احسن نسخه لشريدر في التاريخ. مستعدين؟ شريدر 2012. زي ما قلنا ديزاين شريدر اللي فات هو تقريبا احسن ديزاين لشريدر في التاريخ، لكن ده برضو كان ديزاين جامد. بس احنا مش بنتكلم في الديزاينات، احنا بنتكلم على القصه. عداوته مع هاماتو يوشي في الحته دي كانت عظيمه وممتازه ومظبوطه، والاداء الصوتي الرهيب للفنان محمد الشرشابي حاجه محترمه. عمل لك شريدر بشكل كويس جدا واحسن من الاجنبي من وجهه نظر. طول احداث المسلسل فهو الاسم اللي بيتكرر على طول، الشخصيه اللي تخوفك. على قد ما هو شرير خبيث على
قد ما انت بتحترمه، على قد ما هو مختل مجنون مهووس بهماته يوشي، لكن تحس ان الشخصيه فيها عمق مكتوبه كويس. لكن شريدر اوروكوساكي اللي هو بتاع 2003 اللي هو الشرير الاطرم بصراحه ما كانش فيه عمق، يعني هو كان مجرد شرير لمجرد الشر، ودي مش دايما حاجه وحشه، لكن انا بفضل يبقى عندي قصه فيها عمق كده تاثر بالشخصيه. ودي حته فيها شويه حرق ل 2012 برضو، هسيب لك الحته اللي تسكيب ليها لو انت لسه ما اتفرجتش. الحاجه اللي وصلته للمنطقه الجامده دي بصراحه ان هو حاول اكتر من مره ان هو يقتل سبلنتر، مره في نهايه الجزء الثاني ومره في نهايه الجزء الثالث قتله بجد، بس السلاحف قدروا يرجعوا بالزمن والحدث ده ما حصل. مرورا طبعا بالحلقه العظيمه اللي يعني زعلتنا كلنا وزعلتنا انا بالاخص، ساعه ما سبلنتر انتهى على ايد شريدر وقتله ورماه من فوق المبنى، طبعا بعد ما شريدر خد القوس زي السلاحف وبقى مسخ هو كمان اللي هو السوبر شريدر. هنا كان شريدر وصل لمرحله رهيبه، اللي هو انت شريدر يعني لو شفته في اول حلقه لما جاب لك القصه بتاعت اليوكاي دي، وان هو اول ما ظهر خالص اول العداوه بشكل واقعي، شريدر كان يعني منظره كويس، شخص شكله كويس جميل ما فيهوش حاجه، لكن شوف الشر والحقد اللي وصله لمرحله الجنون، حتى اثر على شكله ازاي، من اول ما اتحرق وشه واضطر يلبس الكورو كابوت، مرورا لما بقى سوبر شريدر وبقى مسخ، يعني قلبه طبع على شكله، وشخصيه للاسف واقعيه جدا. يعني في ناس فعلا بتوصل معاهم الجنون والهوس بسبب قصه قديمه، او الحقد والغيره توصل للدرجات دي. يعني بجد جامد جدا، ناوي اعمل عنه فيديو قريب ان شاء الله، بس بعد ما اخلص السلسله اللي انا بخلص فيها المسلسل، وناوي اعمل كذا حاجه بقى كده ان شاء الله قريب. بس انا مش متاكد 100% اذا كنت ارجع 2012 على 2003 كشريدر، لكن لما افكر في الموضوع بالعقل مش بالعاطفه بشوف ان شريدر 2012 هو الاعظم بلا جدال. الاستمراريه هي اللي خلته كده، من اول ظهور ليه لحظه موته انت ما مليتش منه ولا مره، وخصوصا حواره مع كراي ده كان مؤثر وكان معمول حلو. فانت قول لي ايه رايك في الفيديو ده ورايك في القايمه، ويا ريت تقول لي قيمتك في التعليقات، ومين احسن شريدر في التاريخ وكل الكلام الحلو ده. وشكرا لو كملت الفيديو لحد هنا، وتاني مره بنعتذر على الغياب الطويل قوي ده. ما تنساش تصلي على النبي، وانا خلاص خلصت كلامي وايه بس. سلام. ذو القناع الأزرق هو ليوناردو يحارب بالسيف كل من يعترضه، أما دوناتيلو فهو بارع في الآلات، رافائيل شاذ لا يحب